أبو لبابة أخطأ وفي حالة حرب ومع اليهود. ما ترى إن نزلنا على حكم محمد؟ فأشار إلى حلقه أي الذبح، ما تكلم ولا كلمة، قال فما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله. فحياء ذهب إلى المسجد وأمر زوجته أن تربطه بالسارية حتى يتوب الله عليه ويطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاطب ابن أبي بلتعة نفس القصة، لكن مو بإشارة، بكتاب تحمله امرأة لا تقرأ ولا تكتب. على فكرة هذه المرأة إحدى مرأتين أهدر رسول الله دمهم عندما دخل إلى مكة، واختلف فيها هل قتلت أم لم تقتل. استغل أنها جاية، شو خطر بباله أن يحمي قرابته بمكة. طبعا حاطب بن أبي بلتعة عاش مدة طويلة في قريش ويعرف نفسياتهم ويعرف كيف يفكرون، فخشي إن تمت محاصرة مكة المكرمة رسول الله منصور أن يعدوا المشركون على أقارب المؤمنين اللي في جيش رسول الله فيقتلونهم في مكة، أقاربهم في مكة. فخطر في باله أنا لا يوجد أحد من أقرباء المشركين، أصلا أنا لست من قريش نسبا، أنا حليف لهم، فكيف أحمي قرابتي في مكة؟ إذن أتخذ عندهم يد، فيصبحون مجبورين بحكم الوفاء لي لأني صاحب فضل عليهم أن يحموا قرابتي. وهو قدر في نفسه أن هذا لن يؤثر على المسلمين، رسول الله منصور، فعلت أو لم نفعل. فهو ظن أن القضية فقط مخالفة أمر بعدم إفشاء السر. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فقدر هذا التقدير والدافع مصلحة دنيوية، حماية أقربائه في مكة، ولم يفكر يوما أن يكون مع الكفار ضد المسلمين. سبحان الله، يكاد يكون الفعل واحد بكل المقاييس، القضيتين في حالة حرب، هناك مع بني قريظة هنا مع قريش، الاثنين إفشاء سر كان يحرص رسول الله على كتمانه، وللعدو واحد بإشارة والثاني بخطاب، والاثنين ما حدث أي تأثير في مجرى الأحداث. تم القضاء على بني قريظة وتم فتح مكة واذهبوا فأنتم الطلقاء، ما في أي تأثير. الأولى عالجها الله عز وجل بقضية نفسية إيمانية روحانية، وهذا علاج ضروري. أبو لبابة وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، والمعنى أنهم تابوا، عسى الله أن يتوب عليهم. الثانية عالجه الله علاجا اجتماعيا، يعني بحسب علاقة المسلمين بغير المسلمين. ودائما العلاج الناجع لابد أن يكون علاج متكامل. أنا ما بدي أدخل على قضية الأطباء، الله يخلينا هون. هلا إذا واحد راح ومعه يعني كورونا، يلا اسمنه كورونا هلا بالساحة، يعطيه أنتبيوتيك، يعطيه مسكنات، صح؟ هذا علاج غير كامل. لابد أن يسأله عن حالته النفسية. شو بيقول له الطبيب؟ شو بيقولوا له أطباء النفس؟ هي ستريس ولا شو؟ ستريس يعني حالتك النفسية، في حدا مضايقك؟ لابد أن تشعر بريلاكس، تكون ريلاكس يعني مرتاح، يعني ما في حد عم يضايقك يغيظك. هذا جملة من جملة العلاج. ثم يعطونه فيتامينات، لأنه أدوية الأنتبيوتيك تقضي على الفيتامينات في الجسم. هذا علاج متكامل. شوف، عالجه جسديا، عالجه نفسيا، وعالجه ترميم لما خسره بسبب الأدوية السابقة. هذا علاج متكامل. قال في واحدة أخذت زوجها على الطبيب،
فالطبيب فحصه ثم عاد إليها، نادى للزوجة وطالع الزوج، قال لها زوجك بحالة صعبة جدا، لابد أن تقومي بخدمته وإراحته لمدة شهر وإلا سيموت. لا تزعليه، أسعديه، لبي كل طلباته، اخدميه خدمة كاملة وإلا سيموت بعد شهر. قالت له طيب. فلما راحت على البيت قال لها زوجها شو قال لك الطبيب؟ قامت قالت له ستموت بعد شهر. تم القضاء. فشوف هذا دكتور طبيب عم يعالج معالجة متكاملة، يعني حتى الزوجة في عندها واجبات لشفاء زوجها، فهذيك ما بدها تطبق الواجبات بنوب. قال لها شو قال لك الطبيب؟ قال لها ستموت بعد شهر. خلصنا، أوصي وانتهى الموضوع، والله ما هساعدك ولا يا ساتر. فالمهم لابد أن تكون عملية العلاج متكاملة، وهذا شأن العلاجات الربانية. عند أبي لبابة عالجها من ناحية التوبة والصراع، وخلط عملا صالحا وآخر سيئا. عند أبو حاطب ابن أبي بلتعة سبحان الله نفس الحدث، نفس الباعث، لعله نفس الظروف، عالجه في علاقة المؤمن مع غير المؤمن. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا الإفشاء للسر هو من جملة موالاة الكفار على المؤمنين. نوسع الموضوع شوي. العالم المسلم اللي بيطلع على بلاد الغرب ويجتهد ويعطي ثمار علمه للغرب، للأعداء، عالم ذرة، عالم شو ما كان العلم تبعه، هنيك يا أخي في قروش، في حقوق إنسان، في عدالة، فذهب. لكن هن هياخذوا العلم يستثمروه ضد أعدائهم، وأول أعدائهم بالقائمة باعترافهم كلهم مين؟ الأمة الإسلامية. هي تلقون إليهم بالمودة؟ يا لطيف، هي تلقون إليهم بالمودة وبالعلم وبالقدرة وبالطاقة، لكن لعل عذرهم أنهم مضطرين. لو بده يضلوا ببلادهم شو بصير فيهم؟ إما في السجون وإما على أعواد المشانق. والله حالي بتحير، لا لك قدران تقول لهم إيه ولا قدران تقول لهم، ولك فتنة تدع الحليم فيهم حيران. فتصور الله عز وجل رفض تلقون إليهم بالمودة، مرفوض، وخاصة إذا كانت هذه المودة في السر. لذلك عاد في آخر الآية وقال تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم ما أعلنتم. طيب أنتم أخفيتوا عن رسول الله وعن المسلمين، هتأخفوا عن الله كيف؟ لذلك يا أخواننا أمر غريب جدا أن تلقى الإنسان المسلم الملتزم عنده صديق شيوعي ملحد يهاجم الإسلام صباحا ومساء، وتلاقيه بيسهر معه وبيتونس معه، ولا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه وأنيسه. لك يا رجل كيف؟ هذا الرجل يهاجم دينك، يسخر من معتقداتك، يهين أحكام شريعتك. افهمنا، إذا أنت مضطر تكون معه بالوظيفة معرفة عادية، سلام كلام ضمن ما يقتضيه العمل، لكن تتونس أنت وياه وتلعب معاه شو يسموها هي؟ ما بعرف شو اسمها هي، وين عصام؟ تركسو مركسو بالسعودية شو بيسموها؟ هي ما بعرف شو اسمها، يعني الشدة لشو؟ هذه أليست مودة؟ أليست مودة؟ تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أول قضية بيننا وبينهم كفرهم بإيماننا. هلأ ثاني قضية يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. إذن كفر وإخراج، يعني مو بس كفر مسالم، كفر معادي. وتلقون إليهم بالمودة، كفر وعداء. لك يا جماعة على الأقل معاملة بالمثل، معاملة بالمثل. لما فرضوا العقوبات بزمانهم على السودان، قام السودان كمان فرض عقوبات على أمريكا وإنجلترا، ما شاء الله فرضنا عليهم عقوبات، طبعا تأثروا.
طبعا فرضنا عليهم عقوبات، لكن استثنينا الصمغ العربي لأنه الصمغ العربي بهمهم كتير، وهن استثنوا. الكوكا كولا كلها قائمة على الصمغ العربي تبعنا، لأنه لا يمكن خلط المياه الغازية بالملونات والمنكهات إلا بواسطة الصمغ العربي تبعنا. اسحبوا الصمغ العربي، كوكا كولا انتهت. كوكا كولا عند أمريكا أهم من الحكومة الأمريكية ذاتها، أهم من الحكومة ذاتها، هي التي تحرك الحكومة وتصنع الحكومة. ففي شيء اسمه معاملة بالمثل. كفروا وأنتم مؤمنون، عادوكم ويريدون إذلالكم، تلقون إليهم بالمودة. لك بأنه منطق، لك تريك الإيمان يا رجل، العقل وين؟ لذلك ربنا هنا عالج الموقف من قضية اجتماعية. هؤلاء إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ويودوا لتكفرون، والله ما بيرحموكم. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. إلا بمعنى صلة رحم، إنه هذا قريبنا، ابن عمنا، أخونا، خالنا، لا يرقبون إلا ولا ذمة. الذمة العهد والعقود، ما يرعون العقود. انتم بتجوا بتوالوهم وبتودوهم، ومن خلف رسول الله تسرون إليهم بالمودة. السر ممنوع والجهر ممنوع، لا مودة. طيب غير المقاتلين إن كانوا كفار، نصارى، يهود، مسالمين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني من الكفار. هلا شوف هون ما ذكر الكفر، لكن ذكر عدم القتال. لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، عداوة ما في بينكم وبينه. أن تبروهم، مو أن تودوهم. مشان الله يا أخواننا فرقوا بين المودة والبر. أما المودة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. المودة ليست لأحد من الكفار. الكفار غير المعادين غير المحاربين، لهم عندنا البر والقسط. أما المودة بس للمؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. هون بس مودة، نقطة، انتهى. هلأ أي خلاف بين ذلك، هذه مصيبة كبيرة. نحن اختلطت عندنا الموازين، أصبحنا نود غير المسلم ونقسو جدا على المسلم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. امبارح سمعت خبر، تتذكروا لما بتركيا فتحوا مسجد آيا صوفيا بعد ما كان متحف 70 سنة؟ فتحوا شو؟ مسجد، وأعادوا فيه صلاة الجمعة والصلوات الخمس وإلى آخره. وهذا إنجاز تاريخي بكل المقاييس. الحكومة التركية وقتها طلبت من أحد كبار المقرئين السعوديين أن يأتي ليؤم المسلمين في إحدى الصلوات. اسمه الشيخ عبد الله بصفر. تم الحكم عليه بالسعودية بالسجن يا 12 يا 14 سنة. لك شو عمل؟ صليت إمام عند أردوغان والأتراك؟ لك يا حبيبي صلى إمام. إيه في خلاف سياسي بينكم وبين أردوغان وبين تركيا؟ 12 سنة مدري 14 سنة تضيعوها من عمره لأنه صلى إمام. بينما مع ترامب بنعمل العرضة للسعودية ونرقص معه بالسيف، ومنقبل ايد بنته، شو اسمها هي ضراب الصخنة هي الحلوة الشقرة، شو اسمها؟ عاملين حالهم ان ما بيعرفوها، يورطوني انه انا بس بعرفها. قال لي ياكم تعرفوا ولا زمان. منقبل ايد بنته فرانكا، ايفانكا مدري شو اسمها، ومنرقص معه. اما اخونا ابن جلدتنا صلى امام بمسجد يا جماعة، مش بخمارة. 12 سنة 14 سنة حكم سجن. هذا الحكم صدر في حقه سنة 2020. يا ربي دخيلك. أصبحنا نلقي المودة لمين؟ وشوف نتشدد ونقسو على مين؟ اختلطت عنا الأمور، اختلطت. هذا الاختلاط ربنا هددنا في آية أخرى: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم إيش؟ سلطانا مبينا.
يعني سلطان أي حجة ليعاقبكم إذا واليتم من أمرتكم بعداوتهم وعاديتم من أمرتكم بمحبتهم. هذا مبرر لنزول غضب عام من الله عز وجل. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واجعلنا نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا لك عبيدا كما تحب أنت وترضى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله.